مين فينا ما بيحتار إذا عنده فطور أو عشاء أو عيد ميلاد إنه يحضر شغلة تكون سهلة وطيبة وشكلها كتير مناسب. اليوم رح نحضر بالخبز الفرنسي. هاي القطع اللي انتو شايفينها قدامكن شغلة كتير سهلة وكتير طيبة. أول شي رح نجيب الخبزة ورح نبلش نقطعها لدوائر مثل ما شايفين، ما لازم تكون سميكة ولا رفيعة. منقطع كل الكمية اللي منحتاجها ومنجهزها على جنب. وهلأ بدنا نجيب المايونيز وندهن وشها بالمايونيز، لازم المايونيز يكون سادة. ندهن الكمية كلها ومنحطها على جنب. وهلأ منجيب المرتديلا اللي أنا استخدمتها فيها زيتون، طعمتها كتير طيبة. منقطعها هيك لمثلثات ومنحطها على جنب، منجهزها لنجهز باقي المكونات. هلأ عندي هون شرايح جبنة تبع الساندويش، منقطعها كمان لأربع قطع ومنحطها على جنب. هون عندي الزيتون المحشي فليفلة، طعمته كتير طيبة وبيعطيها نكهة طيبة. هلأ منجيب الخبزة منحط 2 مثلث بهاي الطريقة من المرتديلا، ومنحط الجبنة بالنص ومنشك الزيتونة بأي عودة تكون حلوة ومرتبة. شايفين الشكل؟ كتير حلو، خرج مناسبة أو عشاء أو فطور. بتمنى تجربوها وتقولولي رأيكن إذا عجبتكن أو لا، وذوقوا الطعمة قديش طيبة. وبتمنى إذا عجبتكن وصفاتي لا تنسوا تدعموني، وألف صحة وعافية.